يا جدي، أريد أن أسألك سؤالاً يؤرقني. الإمام المهدي عجل الله فرجه، لماذا هو غائب عنا؟ لماذا لا نعرف مكانه ولا يخرج ليخلصنا من هذا الظلم والفقر؟ يا ولدي، يا قرة عيني، سؤالك كبير ولكن جوابه أكبر. انظر، ليس المهدي هو الذي لا يريد الخروج، بل هو العالم الذي لا يستحق خروجه فيه. كيف يعني لا يستحق خروجه؟ ماذا فعل الناس؟ ومن كان سبباً في غيبته؟ اصبر علي ودعني أسرد لك قصة أهل بيته. أتعلم يا ولدي، نحن شيعة، وكل إمام من أئمتنا ظلم وقتل. لم يعرف أحد قدرهم من هذه الأمة. أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداية ورحمة، ولكن الناس لم تطعهم. لقد بدأت القصة بظلم جدته فاطمة الزهراء عليها السلام، ابنة نبينا الكريم. لم تعطها الأمة حقها، بل بادلتها الأذى والجفاء بعد رحيل أبيها، فقابلوها بالباب والجدار حتى ماتت حزينة مكسورة الضلع والقلب، ودفنت سراً لتكون أول حجة على خذلان الأمة. وتبعها جده علي أمير المؤمنين عليه السلام، الذي ضرب بالسيف في محراب عبادته بعد عمر قضاه نوراً وعدلاً. وثالثهما الإمام الحسن عليه السلام، سيد شباب أهل الجنة، الذي غدر به وسمم بخيانة أقرب الناس إليه. وأعظم المصائب مصيبة جده الحسين عليه السلام، الذي قتل هو وأهل بيته وصحبه في كربلاء، وسحقت خيولهم على صدره. وهذه قمة خذلان الأمة لحجج الله. ولم يتوقف الظلم يا ولدي. كل إمام جاء بعد الحسين، بدءا من علي بن الحسين زين العابدين، وانتهاء بوالد الإمام المهدي الإمام الحسن العسكري عليه السلام، عاثروا سم السلطة وقيد السجن عندما قتلت الأمة جميع الحجج وغدرت بهم ولم تعرف قدرهم. حان الابتلاء بالأمة ليحفظ الله آخر بقية من الحجج. فلو ظهر الإمام المهدي لقابلوه بالمصير نفسه، لذا كان لابد أن يغيبه الله عن الأنظار حفظا له وإتماما للحجة علينا. هو ينتظرنا أن نستوعب درس قتل آبائه، وأن ندرك معنى قيادة المعصوم. هو ينتظر الأمة لتصلح نفسها، لتكون جيشا قويا من المخلصين الذين لا يخونون ولا يغدرون، بل يستحقون العدل العالمي. يا ولدي، الإمام المهدي حاضر بيننا، لكننا نحن الغائبون عنه بسبب عدم استعدادنا الروحي والعملي. لذا كن أنت من الذين يستعدون لظهوره بترك الظلم والتمسك بالحق. أين حاسد فروع الغي والشقاق؟ أين تامس آثار الزيغ والأهواء؟ أين قاطع حوائل الكذب والافتراء؟ أين مبيد الأتات والمردى؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين مؤز الأولياء
أين معز الأولياء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي